جايبه لكم النهارده طريقة سهلة وسريعة لعمل الليمون المعصفر في البيت. والليمون ده ما بياخدش وقت كتير في التخليل، هتاكلي منه من 10 ايام ل15 يوم، عكس تخليل الليمون العادي اللي بياخد وقت طويل في التخليل. وهنقول كل التفاصيل اللي هتخليه يطلع معاكي ناجح من اول مرة ان شاء الله، وكمان مدة التخليل وازاي تحتفظي بيه بعد التخليل عشان يقعد معاكي فترة طويلة. وما تنسوش اشتراك في القناة لو اول مرة بتشوفوني. ويلا بينا نشوف هنعمله ازاي خطوة بخطوة مع ام عبد الله في البيت ومع عبد الله اتوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اول حاجة لازم نبقى عارفينها ايه هو نوع الليمون اللي هنستخدمه عشان نعمل بيه الليمون المعصفر. والليمون اللي احنا بنستخدمه ليمون بلدي او الليمون القضلي، وده اصل الليمون المعصفر بس ما كانش موجود في السوق. بنجيب الليمون اللي حجمه كبير عشان يبقى كله لحم بعد التخليل، وتقدر تستخدم الليمون الاصفر او الاخضر. اول حاجة بنعملها طبعا هي اننا بنجيب الليمون بتاعنا وبنغسله كويس جدا، لاننا هنحتاج المية اللي هنسلق فيها الليمون، فلازم نتأكد اننا غسلينه كويس. كمية الليمون زي ما تحبي، وانا معايا في فيديو النهاردة 2 كيلو ليمون. هتجيبي الكمية اللي انت حباها وتعمليها بنفس الطريقة اللي هعملها معاكي في الفيديو. بنجيب حلة ويكون حجمها كبير عشان تبقى مناسبة على كمية الليمون اللي معانا. نحط فيها مية وبننزل فيها بالليمون زي ما هو سليم، مش بفتحه. نتأكد ان المية مغطية الليمون واسيبه على نار متوسطة، واول ما يغلي بحسب له 8 دقايق بالظبط، لاننا محتاجين الليمون مستوي لكن مش مستوي بزيادة عشان مش يتهري. وزي ما قلت لكم قبل كده ان الوقت اللي احنا بنحسبه ده بنحسبه من بداية الغليان على طول، مش من اول ما ننزل الليمون في المية. ومدة الغليان دي عشان لو احنا هناكله على طول بعد 10 ايام، لكن انتي لو حابة تسيبيه مدة اطول في التخليل بنحسب له 5 دقايق غليان بس. وانا كنت قلت لكم كل حاجة تخص تسوية الليمون للتخليل السريع والتخليل البطيء في فيديو الليمون اللي فات، تقدروا تشوفوه بالتفصيل عشان مش هطول عليكم الفيديو، واسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. بنطلع الليمون من مية الغليان ونحطه في مية باردة ونسيبه فيها لتاني يوم. بعد ما سيبناه لتاني يوم بنصفيه من المية ونغيرها بمية جديدة، ونغير المية 3 مرات في اليوم لمدة يومين. واحنا بنعمل الخطوة دي عشان نشيل المرارة الموجودة في الليمون ونعرف ناكله بعد التخليل، وكمان ما ياخدش وقت في التخليل ويستوي بسرعة في مدة بسيطة جدا. بالنسبة للحشوة اللي نحطها في الليمون عبارة عن 2 كبار عصفر، معلقة كبيرة حبة بركة ومش بنزود فيها عن كده، 3 معالق كبار ملح عشان تظبط طعم الحشو، ودول غير كمية الملح اللي هنحطها على خلطة التخليل. وبنقلب كل ده مع بعض. بعد ما سيبنا الليمون المدة اللي احنا قلنا عليها بنصفيه من المية، بعدين نبدأ نفتحه بالشكل ده. ولما نيجي نفتحه مش بنفتحه للآخر خالص، يبقى يدوب نص فتحة، ممكن نفتحه نصين أو 4/4. والليمون زي ما انتوا شايفين بعد الغليان هو طري بس ماسك نفسه مش مهري، وده اللي احنا عايزينه. بنجيب الخلطة اللي عملناها وبنحشي بيها الليمون، واحنا ما بنملاش الليمون على آخرها، احنا يدوب بنحشي نصها بس عشان ما تخرجش منها ويبقى شكلها جميل بعد التخليل. وبنعمل كل الكمية بنفس الطريقة. ودي كمية الليمون بعد ما خلصتها بسيبها على جنب على ما احضر محلول التخليل. بالنسبة للمكونات اللي هنحتاجها عشان نعمل خلطة الليمون، هنحتاج 1/4 كيلو فلفل بلدي احمر حار او بارد زي ما تحبي، وهو بيدي الليمون لون وطعم حلوين جدا وبيحافظ على الليمون كمان. جزرة صغيرة مبشورة ومعلقة كبيرة عصفر، ممكن نستغنى عنهم لو مش موجودين. 10 معالق كبار ملح، واحنا بنحط لكل لتر مية 5 معالق ملح، معلقة كبيرة سكر ومعلقة كبيرة خل. 2 لتر من مية غلي الليمون، ناخد لتر على جنب من 2 لتر دول عشان نضربه مع الفلفل في الخلاط. ناخد الفلفل مع لتر المية اللي شلناه على جنب ونضربهم في الخلاط او الكب. بنجيب باقي المية ونحط عليها الملح والسكر والخل ونقلبهم كويس في المية لحد ما السكر والملح ما يدوبوا خالص. بنحط عليهم الفلفل الأحمر اللي ضربناه في الخلاط مع لتر المية. بنحط عليهم الجزر والعصفر ونقلب كل ده مع بعض، يفضل ان الجزر يبقى مبشور ناعم خالص.
والجزر والعصفر بيشيلوا المرارة اللي في الليمون وبيدوا للمخلل طعم حلو. نجيب البرطمانات اللي هنخلل فيها، والأفضل تكون البرطمانات إزاز، ولو مش متاح عندك تقدري تستخدمي أي برطمانات بلاستيك متاحة عندك، بس يكون البلاستيك بتاعها جودته نظيفة. وزي ما تعودنا البرطمان بيكون نظيف وناشف تماما، وبنعقمه بشوية خل، بنرجه في البرطمان كويس، بعد كده بنرمي الخل ونستخدم البرطمان عادي، وده عشان نضمن ان المخلل مش يبوظ مننا. بنجيب البرطمانات بعد ما عقمناها ونحط فيها قرنين شطة، ودي خطوة اختياري، وقبل ما نحطها بنفتحها عشان التتبيلة تدخل جواها والشطة تستوي. نحط الليمون في البرطمانات لحد ما نملى البرطمانات، والأفضل مش نكبس الليمون على بعض عشان يحافظ على شكله. بنحط من 3 ل4 فصوص توم كبار متقطعين ونوزعهم كويس في البرطمان. بنغطي الليمون بمحلول التخليل للآخر ونتأكد انه مغطي كل الليمون. وعلشان محدش يحتار في كمية الملح بتاعة محلول التخليل، فهي بتبقى على حسب المية اللي هتضيفيها، مش على حسب كمية الليمون اللي انت جايباه، لان مش كل البرطمانات بنفس الحجم، فممكن تحتاجي مية اكتر من اللي انا احتاجتها، فبنحسبها على قد المية اللي بنحطها على كل لتر مية، زي ما قلتلكم 5 معالق كبار. بنحط على وشه شوية زيت ونغطيه بكيس تلاجة او ستريتش عشان مش يدخله اي هوا، ونغطيه كويس جدا. بنفتح عليه لأول مرة من 3 ل4 أيام، عشان لو احتاج محلول تخليل كمان بنزوده، ولو مش محتاج بنغطيه زي ما كان، وما بنفتحش عليه غير بعد مدة التخليل، وهي من 10 أيام ل15 يوم. وده الليمون بعد ما فتحت عليه بعد مدة التخليل اللي قلتلكم عليها، وهو مستوي وجميل جدا وجاهز للأكل. بس لو فتحت عليه ولقيتيه لسه مستواش، بتغطي عليه مرة تانية وتسيبيه لحد ما يستوي 2-3. وعلشان نحفظه لمدة طويلة ويقعد معانا رمضان كمان، بنحطه زي ما هو بالبرطمان كده في التلاجة عشان نوقف تخليله. طب لو مش عاملة في برطمانات صغيرة زي ما انا عاملة، بتحطيه في علب تلاجة عادي خالص، بتحط على وشه شوية زيت وتغطيه بكيس تلاجة، وتقفلي العلبة كويس جدا وتسيبيه في التلاجة، ولما تيجي تاخدي منه تاخدي بمعلقة مش بايديك عشان تحافظي عليه لمدة طويلة. وبكده نكون عملنا الليمون المعصفر بطعم جميل ولذيذ جدا، ويفتح النفس جنب اي اكله تعمليها، ومستوي زي الزبده وبطريقه ناجحه وانضف من بره بكتير، وكفايه انك عاملاه بايديكي في البيت. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.